ايه الاخبار؟ بص، في قضيه خطيره جدا اثارها مسلسل الهرشه السابع عن فكره عمل الزوجه، وده عدى بمعظم المراحل والنماذج اللي في الحياه العامه. فرقم واحد ان الزوجه لا ترغب والزوج يدفع. في ستات كتير جدا مش بتحب فكره الشغل في اول جوازها، فكانت هي عاوزه ان هي تركز في البيت والزواج، وهو كان بدا يزهق من تفاصيل روتين الجواز وعدم تحقيق التوقعات، وده خلاها تحس بالرفض وان هي مش مقبوله وكانها حمل عليه. وبدا الاحباط ان في الوقت اللي هي عاوزه تقعد تركز معاه هو بيقول لها بلاش فضا وانزل الشغل علشان ما تخنقيش او علشان ما تخنقوش. رقم 2، الزوجه المضطره للعمل اللي ما كانش عاجبها، وبعدين اضطرت ان هي ترجع له لما جوزها ساب الشغل، وده كان حاطط عليها حمل مادي ان هي بنسبه كبيره بتساعد في مصاريف البيت، نفسي ان هي ما كانتش مستحمل حجم الضغط من الزوج اللي بان وقتها ان هو في رفاهيه او فراغ في حياتها او فراغ من الشغل مع شغل البيت اللي هو الواضح ان ما كانش بيساعد فيه. رقم 3، الزوجه تتحول لام. فكره الامومه وازاي خلتها بس في الدور اللي هو الام اللي كان بيخلي شعور الاحباط يطاردها. في الوقت ده هي كانت بتعافر بس علشان تعيش، ما عندهاش اي مجال للتفكير في الشغل علشان محدش كان هيراعي ولادها. الشعور هنا الاحباط ان هي مش بتحقق ذاتها، اليأس مع ان هي في وضع هتستمر كتير ومش هتقدر تغير، وكان مصاحب بشعوره بالغيره ان جوز عمال بيكبر وبيعمل مشاريع، وسألت وفكرني بطعم النجاح، واكد لها ان ولادها في حد ذاتهم والانجاز اللي عاملاه معاهم نجاح رهيب. 4، الشغف، ودي كانت اخطر مرحله ان هي اخيرا لقيت الشغف والحلم في شغل لطيف بره دايره مجالها، وهنا كان التحدي. الزوج اعترض على اهتمامها اللي بيبعد عنه، وبعدين اعترض على ظروف الشغل، واعترض على انشغالها عنه، وتحول الموضوع لتحدي ومشكله كبيره ما بينهم. الحقيقه ان كل نموذج من دول يتدرس لوحده، مهم قوي ان كل قابل يتفقوا على تفاصيل الشغل قبل الجواز، ولو ما حصلش مهم ان هم يتوفر الثلاث شروط دول. رقم 1، التشجيع المتبادل. ما ينفعش جوازها تقوم على اساس ان واحد بس هو اللي سابق على حساب الباقي، لان مع الوقت بيحس ان الطرف دوت ما تقدمش في اي مجال مع تقدم العمر اللي هو فيه. كمان ان هو عنده احتياج غير مسدد اسمه الحاجه الى تحقيق الذات، وده ممكن ياثر بشكل سلبي لو ما تعاملتش معاه بطريقه صحيحه. ده مش في الشغل بس يعني. رقم 2، التوازن. الشغل بالذات محتاج يكون فيه توازن بين البيت والولاد، والزوج والزوجه هما دعم اساسي لده، لان لو الطرفين بيشجعوا بعض هتلاقي مع الوقت فيه توازن في كل المجالات. رقم 3، الهدف المشترك. الاحساس بالملكيه واننا واحد بيخلي الزوجين دول يحسوا ان هما بيبنوا سوا، وده اللي بيجرب ما بينهم وبيساعدهم في ان هما يشيلوا بعض ويساعدوا بعض ان هما يتقدموا سوا. فلغز الزواج متوفر في ان الاثنين يكونوا فاهمين بعض وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وبيناقشوا بعض في كل الامور اللي بتدور ما بينهم، علشان في النهايه يطلع قصه كده مرسومه بايدين الاثنين، علشان الاثنين يقفوا قدام الصوره ويقولوا احنا رسمناها سوا، والنهايه هتكون بالجمال اللي الناس بره لما تقف قدام الصوره المرسومه ما بين الاثنين دول هيشكروا فيها جدا. فلو عندك اي مشكله او عندك اي تحدي ومحتاج ان حد يسمعك ويتكلم معاك، هتلاقيني سايب لك كل لينكات التواصل بتاعتنا في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه دلوقتي. ما تترددش انك تبعت لنا في اي وقت. كمان ما تنساش انك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه، لان ده هيساعدنا ان احنا نوصل لاكبر عدد من المتابعين ونكون بنأثر في حياه ناس وبنبني في حياه ناس سوا. سلام.